السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله يا رب الكل يكون بخير وصحة وعافية. آمين يا رب العالمين. تغيبت عبير عن المدرسة. مين عبير وشو قصتها؟ يلا نسمع سوا. نصلي على النبي. أول شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تغيبت عبير عن المدرسة وكنا نظن بأن السبب هو ظروفها التي اعتدنا عليها، وكم آلمتنا، ولكن كم صدمنا عندما علمنا بأنها لن تعود أبدا. فسألتها ما هي ظروفها، فأجابتني قائلة: عبير متزوجة قريب لها، وكانت بالبداية حياتها سعيدة وأنجبت منه طفلين، ولكن سعادتها لم تدم. فبعد مضي 5 سنوات على زواجها تبدل حالها إلى حال آه، فزوجها بعد أن تعرف على أحد رفاق السوء الذي كان السبب في إدمانه على المخدرات، فانقلبت حياته إلى تعاسة. رأت منه أشد أنواع العذاب من ضرب وأشد وأذل ومهانة، ولم يقف الشر عند هذا فحسب، لقد بل امتد إلى أهلها. وكم حاولت الطلب الطلاق، ولكنه كان يهددها بأبنائها وبأنه سوف يقتلها. وكم حاولنا معالجته، لكن ما يلبث أن يعود لذلك السم القاتل. فصبرت واحتسبت الأجر عند الله تعالى، وانشغلت بتربية أبنائي وتوفير المعيشة لهم. هذا ما جعلني أستمر بوظيفتي، ولكن كان هذا يأخذ جزء كبيرا منه يأخذ كثير من معاشي للسم القاتل الذي يتعاطاه. واستمرت حياتي بالعذاب يزداد يوما تلو الآخر، حتى وصلت حالها إلى ما لا طاقة لها. فالصبر عليه قد نفذ. لم تستطيع البقاء أكثر، فهربت بأبنائها إلى بيت أهلها، إلى أسرتها. فقدته فغضب كثيرا، وأصبح يهددها بأنه سوف يقتلها. ولم يكترثوا بالكلام، اعتبروه تهديدا كأي يوم. كان يهددها ولا يفعل أي شيء، ترمي له قليلا من معاشها ويرضى ويسكت. ومضت الأيام إلى أن جاء ذلك اليوم الذي لم يكن في الحسبان. بالحسبان اتجه الزوج المدمن المخدرات وهو يحمل سلاح الرشاش لمنزل أهل الزوجة، وطرق الباب ففتح له ابنه الكبير، فطلب منه أن يأتي بإخوته وأن يركبوا السيارة. فاستجاب له الابن وطلب من إخوته أن يأتوا إلى خلفه. توجه إلى داخل البيت، وكانت عبير تقف أمام المنزل خائفة على أبنائها، وعندما رآها وجه لها طلقات متتالية، فسقطت أرضا جثة هامدة لا حراك أمام عين أولادها. ثم خرج بكل برود وركب سيارته واتجه إلى بيته. وبعد أن دخلوا البيت وقف في وسط الصالة وأمر أبنائه بأن يديروا ظهورهم، ثم أمسك بالسلاح ووجهه نحو رأسه وداس على الزناد، فتناثرت أشلاء جمجمته على الأرض أمام أبنائه أيضا. يا لها من نهاية، يا لها من نهاية بشعة. هذه هي عواقب المخدرات. إلى متى تستمر هذه الكارثة؟ إلى متى تستمر هذه أصدقاء السوء، تعال جرب لك هاي السيجارة، تعال جرب لك، خد حبة وجع راس راح تطيب. من حبة لحبة اشرب لك فنجان قهوة ما بتدري شو اللي محطوط فيها، ومن فنجان لفنجان بيكون مدسوس بيه السم. حسبي الله ونعم الوكيل بكل رفاق السوء. كان أب وكانت أم، ما أحلاهم لأبنائهم، لكن رفاق السوء بيستكثروا على الحزين الفرحة. تعال جرب لك هالحبة، تعال خد، انت زهقان وطفشان، والله لساهرك على حسابي. أول ليلة على حسابه، ثاني ليلة هات ما عندك، بيع ذهب زوجتك، بيع العفش، بيع الشاشة، بيع مرتك، بيع أولادك، بيع أي إشي، بس كيف يا زلمة وعيش حياتك. حسبي الله ونعم الوكيل على التجار اللي ما بيعرفوا الله حتى، بس همهم يجمعوا المال. إن شاء الله يا رب يرتد عليهم، على صحتهم وعافيتهم، على أولادهم اللي بيتاجروا بهيك سم.
هاي كانت قصتنا، وإن شاء الله تاخد العبرة منها، وما حد يا رب يتأذى، وما حد يا رب يمشي بهالطريقة الوسخة، ويا رب الله يفرجها علينا وعليكم، ويخلي عائلتكم بكل خير، والغايب يرجع لأهله، وكل حزين يفرح. اللهم يا رب يا رب يا رب يا رب يا الله. هاي كانت قصتنا لليوم، كانت معكم ريتا جمال، بحبكم بالله. لا تنسوني من دعوة حلوة منكم، الله يفرجها علينا وعليكم. لا تنسوا الصلاة على النبي كثير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحبكم بالله. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.